عاجل خوتي المغاربة، منطقة سيدي مومن شهدت صباح اليوم حادث انقلاب جاحنة كانت محملة بكمية كبيرة من المشماش. الحادث كان ناتج عن الحمولة الزائدة، الشيء اللي خلى الشاحنة تفقد توازن وتنقلب، ونتيجة لتتسو الشارع العام ولا عامر بالمشماش، والصناديق مبعثرة في كل مكان. الشرطة شدرت بسرعة وفرضت طوق أمني على المكان باش تمنع الناس من التجمع أو محاولة سرقة المشماش المنتشر في الأرض. المثير في الأمر أن الشاحنة كانت في طريقها نحو مصنع صناعة الكوفيتير، لكن المفاجأة أن هذا المشماش لا يصلح للأكل. كاين اللي قاصح، كاين اللي خامج مسوس وذابل، يعني الجودة ضعيفة جدا. الغريب هو أن شركات جمع النفايات هي اللي كتعاون في جمع الحمولة، وكتستعمل في هذه العملية أدوات مخصصة أصلا للأزبال. وهنا كيطرح السؤال، كيف يعقل أن هذا النوع من المشماش اللي كيتم جمعه بهذه الطريقة غادي تستعمل في صناعة منتجات كيستهلكها المواطن بحال الكوفيتير، دانون والعصائر؟ الأمر كيطرح أكثر من علامة استفهام على جودة المواد الأولية اللي كتستعملها بعض المصانع، والرقابة المفروض تكون حاضرة في هذا النوع من الحالات. ودابا المشكل انا مشاو قالوا لهذاك المسؤول ديال الشركه، قالوا لي سير شري بالات جداد ديال البلاستيك وهز بيهم. مشاو جابوا البالات ديال الازبال، ها انتما هما باش كيهزوا. راه حنا هذا هو السؤال مزيان، بغينا الاتلاف ياك صافي، هادشي اللي بغينا، ما يعاودش يعاود يرجع يمشي. كنتمناو ان هذا الشيء كما قال لنا، كنتمناو كما قلنا احد المسؤولين ديال الشركه ان هذا الشيء غيمشي للاتلاف. كنتمناو يكون نفس، لا ما يكرهش يعطيو للبهايم ياكلوا شغلهم هذا. كيف ما تنزروش من البهايم راه باقي مزيان ياكلوا الفقراء. علاش اخويا الفقراء ياكلوا حاجه مهزله من الارض من الزبل؟ علاش اخويا علاش؟ لا خويا هادشي اللي كاين، لما حنا الفقراء نعطيوهم ياكلوا حاجه مهزله بالا ديال الزبل. هادشي اللي كاين. لا داك الشيء هذوك ماشي حمير، هذوك العود هذوك يكذبوا اللي قالوا الحمير. كانت معطيات مغلوطه هذوك. غريب مشاهدي قناه شوف تي في، غريب هادشي اللي كنشوفوا فيه. والله القسم على هذا الشيء. الا كنسمعوا شي حوايج اللي كيضرونا في خاطرنا كنشوفوا بحال هذا الشيء، كنتمناو ان هذا الشيء يمشي للاتلاف، ماشي الباله اللي كتهز بها الازبال نهزوا بها المشماش ما عرفتش، والله ما عرفتش. كيقولوا كلشي تيقول. ملي جات دابا احد المسؤولين ديال هذه الشركه وتيقول لك هذا الاتلاف، علاش ما يكونش الاتلاف في الاول؟ اشنو هو المغزى من انه طاح هنا في الارض ولا الاتلاف؟ راه هو اصلا كان بحال هكا، هو راه كان بحال هكا. تسمية ريال الكيلو هذا. عبد الرزاق خويا الله يحفظك، صباح النور. خويا بالنقص كاع بنادم يشري الحاجه. كما كتشوفوا معنا مشاهدي قناه شوف تي في، احد المسؤولين قال لك بان هاد كما كنقول لكم مشاهد، كما جاء احد المسؤولين قال لنا هذا غيمشي للاتلاف. علاش غيمشي للاتلاف؟ حيت وقفنا حنا الصحافه كنصوروا. شوف دابا هذا واش هذا يستهلكوا المواطن. راه كان محمل بحال هكا، راه ما تزاد عليه والو، راه غيطيح في الارض. كون ما تقلبش ما غاديش يبان الحقيقه ديالو. كان غادي يمشي للعواصر والوليدات. زعما حكا ان هادشي غيستيو، زعما كاين غيبقاو يستيوز مزيانه من الخيبه. ما يمكنش الا بغيت تسمى الاول غيبقى لهم الصندوق، الا تسا غيبقى الصندوق. واخا شحال قدهم ديال الخدمه وديال التماره باش يجبدوا لك المزيانه، يديروا جوج خدمات مقلوبين. راه في الاول خصهم يهزوا داك الشيء مقاد ويدير، اللي صالح واللي ما صالحش صالح. شوف لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا قال لك كان ميزانية وخاسرين عليه ليسانس، خاسرين عليه رموك باش يتلاح. كون غيتلاح في البلاصة ديالو. يعني كما كتشوفوا معنا مشاهدي قناه شوف تي في،
السيد اللي مكلف احد المسؤولين ديال الشركه قال لك بان هذا الشيء غيمشي للاتلاف، وانا كنتمنى ان كلامه يكون على حق ويمشي للاتلاف، لحقاش والله الا عيب وعار اننا كنشوف بحال هادشي كيمشي للمواطنين كياكلوا. حاضر هذا غيمشي للشركه باش يديروا منه الكونفيتير، باش يديروا منه داكشي ديال مشتقات الحليب اللي بنكهه المشماش، العواصر ديال المشماش، هادشي اللي كيمشي هادشي. يعني المواطن مسكين راه معرض، والله الا معرض لبزاف ديال الحوايج. راه ما كاين والو، ما كاينش الحمولة الزائدة هذوك ما خدامينش. هادشي ما عندوش علاقة. حنا كاع هاد المشماش هو راه غير صالح اصلا يمشي للمواطن. هذا ما نهضروا كاع على هادشي غادي يمشي تصايب كونفيتير وتصايب مشتقات الحليب بنكهة المشماش، غيمشي بزاف. اللي هو اصلا تنزارة هادشي اللي وقع اليوم في سيدي مومن خلانا نعرفوا حقيقة الرقابة على جودة المنتجات اللي كنشريوها كل يوم. شركات كتصنع العصائر والكوفيتير والطانون فواكه فاسدة وماشي صالحة للاستهلاك. أنا بصراحة صدمني هاد الفيديو، صعيب مازال نتيق في هاد المنتجات المعلبة، حيت راه ولاو خطر على صحتنا كاملين، وخاص الدولة دير خدمتها وتراقب هاد المصانع والشركات وتحرص أكثر على صحة المواطنين ديالها. دابا نوبتي نسولكم، واش ما عندكمش مشكل تشريو هاد المنتجات الغذائية وخا عارفين أن الشركات كتخدم بفواكه فاسدة؟ وكيفاش نقدروا نضغطوا عليهم يزيدوا من الجودة؟ وواش كتظنوا أن الحكومة خصها دير رقابة أكثر وتحمي المستهلك من الغش التجاري؟ لهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبك ما تنساش دير لايك، تعليق واشتراك في القناة باش يبقى ديما يوصل لك الجديد.